يا صباح الفل. وفاز المصريين، قلنا ماتش سهل، الكل فرحان الحمد لله. لكن لازم ندي الحق لاصحابه، ولازم اطلع النهارده اقول لكابتن حسام حسن شابوه. ماتش وقراية ماتش اكتر من رائعة. يمكن طلعنا امبارح اتكلمنا قلنا لازم يبقى فيه 2 لعيبة 6 في قلب الملعب. كابتن حسام عمل كده، خلى مروان عطية وحمدي فتحي 2 في قلب الملعب. ات- الفكرة بقى اللي عملها كابتن حسام زيادة انه خلى الاتنين دول بيلعبوا مان تو مان طول الوقت على فرانك كيسي وعلى إيناو، ودول مفاتيح اللعب، المواتير اللي بتحرك فرقة كوت ديفوار علشان تطير. فلما عطل مفتاحين اللعب دول ما كانش فيه أي خطورة لفريق كوت ديفوار، حرمتهم من أهم كنز اليوم. فبصراحة شابوه لكابتن حسام. اللعيبة امبارح كلها رجالة ولا استثني أحد، كلهم عملوا ماتش كبير ولا استثني أحد. بصراحة يعني ياسر إبراهيم نجم البطولة بالنسبة لي، يعني في منتخب مصر بلا منازع. ياسر إبراهيم راجل راجل راجل. رامي ربيعة، حسام، هاني، فتوح، حمدي، مروان، إمام، صلاح، مرموش، الكل بلا استثناء. لكني عايز اقول حاجة مهمة جدا. امام عاشور ده يا جماعة لعيب مفيش منه في مصر غير نسخة واحدة، قولا واحدا. مبدع. امام عاشور مبدع، فنان والله العظيم. فالراجل ده شابوه يا امام. وعايز اقول برضو علشان ادي كل واحد حقه، فتوح احسن باك ليفت في افريقيا. في النهاية عايز أقول 1000 مليون مبروك لمنتخب مصر وللمصريين، وإن شاء الله نطلع تاني نبارك لبعض لما نتأهل للنهائي ونكسب السنغال. يا صباح الفل.